مساء الورد والياسمين، مساء الأسد. اليوم بنسوي لكم العيش الأصفر مع سمك الشنعد. هذا سمك شنعد مقطع إصبع ونص عشان يستوي بسرعة. أول شيء بنحط زيت ذرة، وبنحط عندنا هني ملح الكمية اللي تبيها، ملعقة طعام كركم، ملعقة كبيرة أي نوع بهار مشكل عندك، أي نوع بهار مشكل. سبايسي حط نص ملعقة طعام سبايسي، فلفل أحمر مطحون، ونحرك كل شيء مع بعض. شوف، نحرك كل شيء مع بعض، كل شيء مع بعض واخلطه عدل. هني بنجيب قطعة الشنعدة نتبلها كذي وبنحطها بصحن. إذا تقدر تتبل وتخليها 6 ساعات يكون أفضل، تتشرب عدل، لأني مستعير بخليها 10 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. نصور الحبتين ونسوي الباقي. أهم شيء تكون مرتاح نفسيا، حاب إنك تطبخ، تكون سعيد، طبختك تطلع حلوة. مغصوب والله طبختك لو تكون جورج قداحي ما تطلع حلوة. شوف نتبل عدل، تبلنا السمك كله، باقي شوية صوص، صبه فوق السمك الباقي، خليه 10 دقائق، خليه يتشرب. ما مستعير خليه 6 ساعات. هذا سمكنا بنحطه على جنب ونخليه 10 دقائق ونشتغل بالعيش الاصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط قاع الجدر زيت. شوف انا استخدم زيت ذرة، استخدم اي نوع زيت ذرة عندك، مصاري على قولة اخواننا الاردنيين الله يحفظهم، حط زبده او سمن، ولكن احنا نحط دائما نوع، مره زيت ذره، مره سمن، مره زبده. انا اليوم حطيت زيت ذره. احب البصل، نسوي العيش الاصفر مع البصل حلو. حط الكميه اللي تبيها، انا حطيت تقريبا 7 حبات بصل متوسطه، قطعت شرايح اشوح عليه وتاخذ اللون البرونزي اللي ابيه، تبيه غامق او تبيه برونزي خفيف كيفك انت. اهم شيء يتشوح وتوزع الزيت بين البصل كل 5 دقائق تشوح. واهم شيء الهيل، حط الكميه اللي تبيها. الهيل يوم يتحمر البصل تعطي له البرونزي، يتحمر الهيل ويعطيك نكهه مع البصل. هذا عندنا عيش بسمتي، استخدم نوع جواتم او محمود او الكاس. حط اي نوع بسمتي اللي تبيه، اهم شيء تغسله وتخليه منقوع بالماء البارد لمده نص ساعه، بعدين تصفيه وتشوحه دقيقتين 3 مع البصل وتحط عليه الماء والكركم. اهم شيء النار عاليه تكون، وحرك 5 دقائق وحرك، خلي يتوزع اللون بين البصل كامل. شوف قرب تصور داخل. الحين عندنا البصل، شوف خذ اللون اللي نبيه، برونزي خفيف. عندك هني ملعقه طعام كركم اصفر، تحريكه بسيطه خله يشم ريحه الزيت. بنصفي العيش، عندنا هني العيش مغسول ومنقوع بمي بارد لمده نص ساعه، بنصفيه وبنشوحه مع البصل والكركم. قبل ما ننزل العيش بنحط ماجي خضار كنور موجود عند العطارين، ملعقه كبيره، بحط شوي بعد، تحريكه بسيطه. الماجي ماجي كنور وايد حلو. وعندنا هني العيش صفينا من الماي وبنشوح لمده دقيقه واحده، وننزل كل حبه رز. النعمه زواله، لا تتعالى عن النعمه. بسم الله. حرك حرك العيش بالزيت الحابل بالنابل، وخلي الكركم يندمج مع حبات الرز. اهم شيء من الاجناب لا تكسر حبه الرز، هذا بسمتي مو بعيش امريكي. ها شوف، اذا شفت يبي له شوي زيت حط له شوي زيت. بحط شويه زيت اسبه توزع بين العيش، لان اذا حطيت له زيت العيش ما تتلاصق مع حبه ثانيه. الحين بنجيب الماي، اهم شيء الماي يكون 1 سنتي
اذا بتطبخها 1 سم. وزع حبات العيش وشوف مايك وتكون النار عاليه. شوف كيف بنحط شوي بعد ماي 1 سم والنار تكون عاليه. يلا خلينا تشوفون. لا تنسى الملح. ملح الكميه اللي تبيها 1 2 3. انت حط الكميه اللي تبيها. انا اعرفه قايس بعيوني. عجبني ايه كثير عجبني يا بيبي. وسكر على القدر. ونفس الوقت اذا عندك فلفل بارد نزله كذي يعطي نكهه وايد جميله. تبع الاردن، الله يعزكم اهل الاردن. فليفلات اردنيه لقيتها بالسوق جبتها معي. وسكر على القدر ونار عاليه. اول ما تحس ان الماء بدا كميه بسيطه على الريحه، نار شمعه بين الشمعه والمتوسطه 15 ل 20 دقيقه على حسب الطباخه اللي عندك. اهم شيء تكتم البخار عنها. سمكنا كمل 10 دقائق او اكثر. الحين بنسخن العيش. اهم شيء بنسخن الزيت. اهم شيء الزيت يكون حار والنار تكون بين العاليه والمتوسط عشان تقلي السمك وهو مرتاح. زيت نار عاليه. اول ما يسخن حطه بين العالي والمتوسط. اول ما يبدا يغلي تحريكه بسيطه. تحرك العيش وتداخل الزيت مع الكركم والبصل بين حبات الرز وسكر. العيش بدا يشرب مويه نحرك. شوف من الجناب استخدم هذه وسكر عليه ليه ما تحس الماي بدا ينشف باقي على الريحه. يسخن الزيت ننزل حبات السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم شيء تخليها متباعده. بسم الله. شوف كيف سوى 3 ثواني 4 ثواني. عجبني كثير عجبني يا بيبي. خلي لا تخليها متلاصقه. بسم الله الرحمن الرحيم. 5 دقائق وحرك كذي من تحت. لا تكسر حبات الرز وسكر على الجد لين ما تحس كميه الماء على الريح. اول ما يكمل اذا حبات قطع الكنعه اصبع ونص يعني ما تكون سميكه 3 دقائق واقلب القلبه الثانيه. بس لا تحركها وقبلها يعني بعدها ما تقلط. اهم شيء تاخذ وضعيتها بالقلب 3 دقائق بعدين اقلب القلبه الثانيه 3 دقائق تكون طبختك بالكنعه جاهز. عندنا ورق الموز. هذه حافظات السمك. بحط تحت ورق موز وبحط التشكيله برتكول. هذا عيشنا العيش الاصفر. شوف كيف نشف مويه. نار بين الشمعه والمتوسطه. نكتم عليه بالالمنيوم او البطانيه اللي تبيها او الشرشف او ورق زبده. انا بكتمه بالالمنيوم. ورق القصدير عجبني. وتكتم عليه وتحط النار بين الشمعه والمتوسطه ربع ساعه على حسب النار اللي عندك. نار تعبانه حطها 20 دقيقه واكتم عليه. لو عندك ثقل حطه. كمل 3 دقائق نقلب القلبه الثانيه. شوف كيف بشويش كلها تقلبها بعد 3 دقائق وتحط القلبه الثانيه. هذه ملعقه حق استخدام الزيوت يعني في نوع يذوب في الزيت وفي نوع حراري. بسم الله. الحين ننزل سمكنا صفيه عدل وتحطه كذي على ورق الموز. صور القطعه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس المجموعه الثانيه. بسم الله. تحمل عمرك الزيت حار 15 دقيقه يسوي الحركه هاي. وزع العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا عيشنا نثري. بسم الله. الذي خلص عنكم ينن. سلطة خس تساعد في عملية الهضم. الله يسعدكم إن شاء الله.